لقيتها بعد شهرين كده بتقول لي أنا عازماك عندي على العشا النهارده بعد ما تخلّص بقى وتوضّب عربية الفول، وأنت جاي هات معاك فاكهة وشوية بسبوسة. طبعًا أنا ما صدّقتش نفسي، يعني إزاي الست دي أم نحمده تعرض عليَّ طلب زي ده؟ طب هي عايزاني أعمل معاها إيه؟ للأسف عمر ما حد يقدر يُقف قدّام النصيب لمّا بييجي له لحد رجليه. النصيب عمر ما حد بيقدر يقف قدامه، يعني مهما كان عمر ما حد بيقدر يغيره، لأن النصيب ده بيبقى قضاء وقدر وبيبقى ربنا كاتبه، واللي ربنا كاتبه لازم هيكون في يوم من الأيام. حكاية النهاردة مع عبد الله اللي كان لسه جاي من البلد بعد ما خلص الدبلوم بتاعه. خلص الدبلوم وكمان أخد إعفاء من الجيش لأنه هو كان الولد الوحيد لأمه وأبوه. وبعد كده راح وسافر عند ولاد عمامه. سافر عند ولاد عمامه في بلد يعني فيها شغل كتير علشان يشوف له شغلانة ياكل منها عيش يشتغل فيها. يعني انتوا عارفين الظروف ان الظروف مش احسن حاجة، والظروف مش قد كده، وهو لسه شاب على وش جواز وعاوز يجهز نفسه ويتجوز. فالمهم راح عند ولاد عمه اللي هم اصلا كانوا مستنيين ويخلص جيش علشان يجي ويشتغل معاهم. وهو الحمد لله بسبب ان هو الولد الوحيد لابوه وامه فخد اعفاء من الجيش بتاعه، واتصلوا عليه وجابوه علشان يعيش معاهم. ولاد عمه دول منهم اللي شغال في محل مزار سياحي، ومنهم اللي شغال بقى في سوبر ماركت، ومنهم اللي شغال في قهوة، ومنهم بقى اللي شغال على ميكروباص. يعني بيترزقوا كده من أي شغلانة وخلاص. ولما جه عبد الله علشان يروح يعني معاهم ويدوروا له على شغل، تاني يوم بالضبط راح لهم وقعد معاهم. لمّا راح لهم المدينة دي رحّبوا بيه وخلّوه إن هو يعني يرتاح أول يوم من السفر وكده. وبعد كده طلع معاهم تاني يوم الصبح. وطلع مع ابن عمه وراحوا هما الاتنين ياكلوا على عربية فول. عربية الفول دي بتاعت ست كبيرة كده، وست جميلة مش كبيرة في السن قوي، بس يعني ست في حدود الأربعينات. الست دي اسمها أم نحمده. أم نحمده دي الست الكبيرة العاقلة اللي كل الناس بتحبها جدا وكل الناس بتحترمها. وطبعا هي ست كريمة والكل بيحبها ومعروفة في المنطقة. وكمان بتبيع السندوتشات بتاعة الفول أو أي سندوتشات تانية بأسعار رخيصة. الست دي كانت عارفة ابن عم عبد الله اللي جاي يشتغل معاه من بلد تانية. فسلمت عليا وقالت له مين اللي معاك ده؟ مين اللي معاك ده؟ شكله جديد كده ووشه جديد، انا ما شفتوش خد مننا قبل كده سندوتشات. فراح بيقول انا ابن عمي. راح ردد عليها وقال لها هو لسه جاي امبارح علشان يعني يجي يسترزق في البلد وكده ويشوف له شغلانة. وهو جاي من حدانا من البلد يعني عندنا وكده، وقال يجي يسترزق ويشوف شغل. فقالت خد اتفضل احلى سندوتشات لابن عمك وليكم انتوا الاتنين رجاله وبتجروا ورا رزقكم وربنا يحميكم. وطبعا بقى بيقول عبد الله ساعتها لقيت ابن عمي بيتكلم معاها وبيقول لها امال ابنك عامل ايه يا ست ام نحمده؟ او ايه اللي حصل معاه؟ هل في جديد في الموضوع؟ فراحت هي رد عليه وقالت له زي ما انت عارف، هو طبعا ما عملش اي حاجة ودلوقتي هو لسه محبوس على ذمة التحقيق، ادعي له يا ابني. المهم بقى بص عليا ابن عمي وقال شفت بقى اهو ابنها ده هو اللي كان ماسك معاها دلوقتي العربية بتاعت السندوتشات، وهو كان ماسك معاها كل الشغل. لكن هو يا عيني محبوس دلوقتي، والست دي يا عيني هي اللي ماسكة العربية لوحدها. طبعا انا شكرتها وقلت لها ربنا معاكي يا رب ويسهلك، وسلمت عليها. وبعد ما مشيت كده متر ولا مترين انا وابن عمي، قعد بقى يحكي لي عنها ويحكي لي ابنها يعني اتاخد ظلم بسبب خناقة ما بينه وما بين ولد في الحتة، والولد ده يعني شخص مش كويس وعمل معاه حاجات مش كويسة، فهما الاتنين ضربوا خناقة كبيرة فاتحبس بسبب كده. المهم بعد ما دفعنا الحساب ومشينا شوية لقينا الست ام احمده دي جاية ورانا ونادت علينا وقالت لنا بقول لكم ايه، تعالوا انا عاوزاكم. ولقيتها كده بتقول لابن عمي بقول لك ايه رأيك؟ انت قلت لي صحيح ان هو جاي علشان يشوف شغلانة وكده، طب ايه رأيك ما يشتغل معايا وهو يمسك العربية وانا هقف معاه كمان واساعده لو احتاج اي حاجة. انت عارف يا ابني ان انا ست كبيرة وما اقدرش ان انا اقف فيها تاني، وبقف لوحدي وبقف الوقفة دي كلها. فخلي يعني خلي شوف كده ابن عمك وخليه. فلقيت كده ابن عمي راح باصص لي وقال طب والله فرصة هي قدامك، وهي فرصة جات لك لحد عندك. انا ساعتها ما اخبيش عليكم فرحت جدا لاني كنت متعلق في اي شغلانة، يعني مستني اي فرصة او اي اشياء تجيلي اشتغل فيها.
وقُلت فرصة حلوة، وتاني يوم بالضبط اشتغلت معاها ومسكت العربية بتاعة الساندوتشات. والست بصراحة عمرها ما قصّرت معايا وعلّمتني كل حاجة في التجارة دي بالذات، وكانت بتساعدني الأول يعني إزاي أعمل الأكل وإزاي أبيع وأباشر البيع والشرا وكلام من ده، وإزاي أعمل الساندوتشات، وأنا اتعلمت كل حاجة بسرعة وفهمت الدنيا كمان ماشية إزاي. طبعًا الست دي أم نحمده كانت مبسوطة منّي جدًا، لإن أنا كنت يعني باشيل عنها في الشغل كتير، وكنت باصحى بدري وطول الأيام باصحى بدري بانضّف العربية بتاعة الفول وباشتغل عليها لغاية آخر الليل، وكانت فلوسها كمان في الأمان. يعني أنا كنت متربية إن أنا عمري ما أمِد إيدي على فلوس حد غريب، وكنت كمان بابعت لها كل الفلوس آخر الليل، أروح لها البيت وأخبّط عليها وأودّي لها كل الفلوس. لغاية كده ما في يوم من الأيام بعد تقريبًا كده شهرين من شغلي معاها، لقيتها جاية لي وبتقول لي بتضحك لي كده وتقول لي: "إيه رأيك أنا عازماك عندي على العشا النهارده، إيه رأيك يا سيدي بعد ما تخلّص كده وتوضّب العربية وأنت جاي لي عشان تدّيني الفلوس بتاعة اليومية وكده، هات معاك بقى فاكهة بالفلوس اللي أنت يعني أخدتها إيراد من اليوم ده، هات فاكهة وهات معاك بسبوسة وشوية حلويات كده وحاجة ساقعة." طبعًا أنا ساعتها كنت مستغرب وما صدّقتش نفسي إن هي بتعرض عليَّ عرض زي ده. المهم بقى يعني سمعت كلامها وجِبت كل اللي هي كانت عايزاه، جِبت شوية فاكهة، على بسبوسة، على حاجات كده حلوة مكسّرات. ولمّا رُحت لها البيت لقيت اللي هي السِت أم نحمده دي وبنتها. أول مرّة بصراحة أشوف بنتها لأول مرّة. بنتها كانت برضه كده يعني تقريبًا كده سِنّها من نفس سِنّي، نفس السِن كده، وكان نفس الوضع. المهم بعد ما اتعشينا كنت ملاحظ حاجة غريبة أوي على بنت الست أم نحمده اللي هي نحمده دي، كنت ملاحظ عليها إن هي لاوية بوزها قدّامي كده ومش عايزة تكلمني خالص، كإني كده عدوّها، مش عارف إيه السبب ولا مش عارف إيه الوضع. أنا أصلًا ما أعرفهاش ولا هي تعرفني، ودي أول مقابلة ما بيني وما بينها. أنا ما أعرفش أنا عملت لها إيه علشان يعني تلوي جوزها معايا كده. أنا عمري يعني ما عملت حاجة زعّلتها، وبعدين أنا عمري ما شُفتها أصلًا وهي ما تعرفنيش. المهم لقيت الست أم نحمده سابتنا ودخلت جوّه. وبعد كده طلعت تاني وجابت لنا الحاجة الساقعة. المهم أنا بقى قعدت مع الست أم نحمده وقعدنا نتكلم، وحكيت لها بقى على وضعي وعلى ظروفي وعرّفتها عني كل حاجة، وإن أنا يعني جيت البلد دي علشان أشوف أي شغلانة، وعرّفتها إن أنا خدت إعفا من الجيش. حكيت لها يعني على كل حاجة في حياتي، وقُلت لها كمان إن أنا ما كمّلتش يعني كُلّية وكده علشان ظروفنا المادية مش أحسن حاجة، مع إني كنت شاطر جدًا في المدرسة وملتزم، بس ما فيش نصيب إن أنا أكمّل تعليمي علشان ما أزوّدش على أهلي وكده. المهم بقى قاعدة بتضحك معايا وتهزر، وفي آخر اليوم كده لقيتها بتقول لي: "أنا بصراحة يعني نِفْسي أعرض عليك طلب بس خايف إن أنت ترفضه يعني." قُلت لها: "لأ اتفضلي طبعًا، اتفضلي ده أنتِ سِت خير يعني ودخلتِك عليَّ كانت دخلة خير، أنا لا يمكن أرفض لِك طلب وكده." فلقيتها بتقول لي: "بصراحة أنا شايفاك ولد كويس وكمان محترم وابن ناس كويسة جدًا وبتجري ورا قرشك يعني ومهتم بنَفْسك، إيه رأيك في بنتي نحمده؟ أنا عايزة كده أخطبها ليك." طبعًا الكلام بالنسبة لي صدمة، يعني لمّا استغربت إزاي يعني أم تيجي تعرض عليَّ إن أنا أتجوّز بنتها. المهم بقى الغريب والغريب بقى والأعجب من هنا إن نحمده بنتها لقيتها كده راحت متعصبة وراحت داخلة جوّه أوضتها بسرعة وقالت: "أنا مش هاتجوّز." ودي طبعًا كانت صدمة بالنسبة لي. أنا أصلًا ما لحقتش أرُد عليها لإني أنا الموضوع أصلًا كان بالنسبة لي صدمة غريبة، فما كانش أصلًا الموضوع في دماغي. وهي راحت قايلة كده مبوّزة ولاوية بوزها وراحت داخلة الأوضة وقافلة على نفسها بالمفتاح. طب أنا مالي، أنا إيه دخّلني في المواضيع دي؟ المهم بقى لقيت أمها راحت أم نحمده راحت متنرفزة عليها ودخّلتها أوضتها وقالت لي طلعت لي وقالت لي: "معلش يا ابني هي هتفكّر سيبك منها وأنا هاقنعها." طبعًا أنا ما كنتش أصلًا حاطة الموضوع ده في دماغي نهائي، والموضوع كان بالنسبة لي يعني حاجة مش طبيعية، حاجة غريبة. المهم لمّا روّحت بقى البيت قعدت أحكي مع ولاد عمي وكده، لقيت ابن عمي بقى استغرب أوي واتفاجئ وقال لي: "طب إزاي، إزاي يعني البنت دي تعرضها عليك؟ ده معروف يعني في الحتة إن البت دي اللي هي البت نحمده دي ماشية مع ابن مؤمن العجلاتي، وسيد ده اسمه سيد، وده كان صاحب أخوها محروس، ودلوقتي سيد ده معروف في الحتة دي كلّها إن هو ما بيقفش على حد. فإزاي يعني أمها تطلب منك طلب زي ده وهي عارفة إن بنتها ماشية مع الواد سيد ده؟"
طبعًا أنا كان بالنسبة لي أول مرّة أسمع كلام زي ده، والموضوع أصلًا ما كانش فارق معايا، وكنت مستغرب أوي إن إزاي الست دي عارفة إن ابنها ماشية مع الواد ده وجاية تقول لي الكلام ده. فأنا رُحت رادد عليه وولاد عمي وقُلت لهم: "بُصّوا بقى أنا أصلًا لاغي الموضوع ده من دماغي." وتاني يوم بالضبط لمّا نزلت الشغل اشتغلت عادي، ولقيت ساعتها بقى أم أحمده جاية وبتقول لي: "طَب أنت إيه رأيك في الموضوع اللي أنا عرضته عليك امبارح وكده بتاع الجواز؟" قُلت لها: "لأ أنا باعتذر وآسف، أنا يعني ماسك الشغل معاكِ وكده، بس أنا يعني مش هابُص إن أنا أتجوّز بنتِك وكده، لإن بنتِك أعلى منّي وأنتم أعلى منّي طبعًا." أنا ردّيت عليها ورفضت الموضوع بمنتهى الاحترام، لكن حسّيت إن السِت زي ما يكون فهمِت إن أنا عرفت حاجة عن الموضوع ده، فراحت قايلة لي: "اوعى تكون يا واد يعني عرفت موضوع الواد اللي ماشي مع بنتي نحمده دي، أنت عارف الواد ده مش كويس وأنا عمري ما هاجوّزها له ولا هتكون ليه." الواد ده مش كويس يعني وأنت يا ابني فكّر تاني وأنا هاقنعها وربنا يعمل ما فيه الخير. قُلت لها: "خلاص ربنا يعمل اللي فيه الخير." المهم بقى بعد تقريبًا يوم أو يومين كانت ساعتها الساعة 23:00 أو الساعة 00:00 كده تقريبًا، لقيت بقى خناقة كبيرة أوي في الحارة اللي إحنا قاعدين فيها، ولقيت ناس وشباب موجودة واستغربت أوي لمّا لقيتهم معاهم بنت، والبنت اللي معاهم دي كانوا بيحاولوا إن هُم ينزّلوها من العربية وكانوا عايزين يدخّلوها معاهم بيت زي ما يكون بيت كده من البيوت القديمة أو بيت مهجور. طبعًا أنا كان ما بيني وما بينهم كده 20 متر، رُحت أنا نازل من العربية اللي أنا كنت راكب فيها وجريت ناحيتهم، اتفاجئت بقى خالص لمّا لقيت إن البنت اللي كانت موجودة معاهم هي نحمده اللي هي بنت الست اللي أنا باشتغل عندها على عربية الفول. اتفاجئت برضه إن الواد كمان اللي عاوز ياخدها هو وأصحابه، هو الواد اللي كان بيتكلموا عليه إن هي ماشية معاه. طبعًا لقيت البنت عمّالة تصوت وبتستنجد بيّا وما كانش في حد يعني كتير في الحارة علشان ينقذها وكده. رُحت أنا جاري عليهم ولمّا دخلت عليهم وهُم شافوني خافوا وجريوا واترعبوا. المهم رُحت أنا بقى واخد حميدو دي وروّحتها البيت، كانت ساعتها هي منهارة وعمّالة تعيّط، كانت بتعيّط بطريقة هستيرية خالص، ولمّا دخلتها جوّه البيت سِبتهم ومشيت. قعدت بقى طبعًا هي قعدت بقى تحكي لأمها على كل اللي حصل لها وكل حاجة، فلقيت التليفون بتاعي عمّال يرن كده على الساعة 02:00 فلقيت إن أم نحمده هي اللي بتتصل بيّا، بتقول لي: "أنتِ لازم تيجي لي دلوقتي." طبعًا أنا استغربت إن هي تطلبني في وقت زي ده، ولمّا رُحت بقى عند الست أم نحمده قالت لي: "أنا مش عارفة أشكرك إزاي، أنا باشكرك أوي إن أنت يعني أنقذت بنتي من الواد الزبالة ده، وهي بنتي اتعلمت درس غير درس عادي، وأنا ياما قُلت لها وياما نصحتها إن هي تبعد عن الواد اللي مش تمام ده، وقُلت لها إن الواد ده مش كويس وإن الموضوع ده مش هيعدّي على خير، وإن هو مش الراجل المناسب ليها." ولمّا طلعت نحمده ولقيتها كده بتقول لي: "أنا موافقة بيك وفرحانة." أنا في الوقت ده طبعًا يعني مش عارف أعمل إيه، مش عارف أرُد عليهم، وكنت مستغرب أنتِ منين كنتِ من يومين يعني كنتِ رافضاني ودلوقتي جاية تقولي أنا فرحانة وموافقة عليك، أنا مستغربة أوي الوضع. المهم برضه إن أنا كنت واقف متلصّم ومتسمّر مكاني ومش عارف أرُد أقول إيه، فلقيت أم نحمده كده سكتت شوية وقالت: "أنا عارفة يا ابني إن الموضوع كبير يعني عليك دلوقتي، بس اقعد كده اقعد لك اهدى كده فكّر كده يومين ورُد عليَّ." دلوقتي بقى أنا عمّالة أفكّر في الموضوع ومش عارف بصراحة أتجوّز نحمده دي والّا لأ، أنا حاسس إن ممكن يكون في مشاكل أو يحصل مشاكل بيني وبين الواد اللي في الحارة اللي مش طبيعي ده، بيقولوا عليه إن هو يعني ولد مش كويس وولد مش تمام وممكن يعمل أي حاجة، وممكن كمان يبقى سبب في قطع عيشي من الحارة كلّها، وفي نفس الوقت أنا شايف إن فرصة إن أنا أتجوّز بنت الست أم نحمده دي، يعني أنا اللي هاكون ماسك الشغل بقى بعد كده وكل حاجة هتبقى معايا، فأنا مش عارف أعمل إيه وأتصرّف إزاي، أنا بيني وبينكم برضه خايف تكون البنت دي يعني غلطت معاه وكده وهُم عايزين يدبّسوني في الجوازة دي. الموضوع كلّه مش تمام ومش طبيعي من ساعة ما جيت البلد، بس مش عارف أعمل إيه وأروح فين، وأنا لو رفضت برضه خايفة إن الست دي تقطع عيشي، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا عرضت عليكم القصة دي علشان تقولوا لي أعمل إيه وأتصرّف إزاي، وأنا فتحت لكم قلبي وعارف إن أنتم أكيد زي إخواتي، فأرجوكم تنصحوني وتقولوا لي أعمل إيه، ولو حد فيكم اتحط في موقف زي ده تعملوا إيه يعني أو تتصرّفوا إزاي، يعني أنا مستنية كل آرائكم وكل تعليقاتكم.